كفتة الصينية بجد من احلى المرات اللي عملت فيها كفتة في حياتي. حلوة جدا، سهلة جدا، جوسي كده وطرية. ولو انتوا من الناس اللي بتشتكي ان الكفتة بتنشف منها في الفرن، فدي واحدة من طرق الكفتة اللذيذة الحلوة جدا اللي هتعجبكم جدا وسهلة، واي حد مبتدئ يقدر يعملها ويستمتع بالطعم الجميل ده. كمان عملنا معاها شوية رز كده بسمتي بالشعرية والخضار، حلو جدا، تحفة. ان شاء الله هنزل لكم طريقته لوحده. صلوا على النبي كتير. وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. في الاول انا جبت نص كيلو من اللحمة وضربت في الكبة بصلتين حلوين كده، معاهم قرنين فلفل حامي. عايزين تحطوا بارد براحتكم. جبت الكيس اللي هو بتاع خلطة الكفتة اللي بيزود الكمية ده. انا بصراحة كنت رايحة اشتري برغل وما لقيتش برغل، فالراجل بتاع السوبر ماركت اداني الكيس ده وقال لي جربيه. جربته بصراحة جميل. حطيت عليه كمان نص حزمة من الخضرة المشكلة، وكمان 3 وحدات من الطماطم كده مبشورين. وهحط بقى شوية من بهارات الكفتة المشكلة وشوية فلفل اسود وملح، بس مش هحط اكتر من كده. وطبعا ما تكتروش ملح لان الكيس البهارات الجاهز ده بيبقى عليه ملح. خلاص، صلوا على النبي كتير. حطيت كمان معلقة حلوة مليانة كده من العسل الاسود، معلقة من بتاعة الاكل اللي بناكل بيها الرز. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه العسل يا خالته هند؟ عشان الكفتة ما تبقاش حادقة، وكمان العسل بيديها طعم كده ولون، وبيبقى بيبقى جميل. يعني جربوه هتعجبكم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا كمية الخضار اللي فيها مستحيل تطلع ناشفة اصلا، بتبقى جميلة ما شاء الله. هقعد بقى اعجن فيها شوية كده. وطبعا اللحمة كانت ساقعة، فانا ما احتجتش ان انا اريح الكفتة في التلاجة، يعني هي اللحمة اصلا كانت ساقعة. خلاص، بعد ما عجنتها كويس كده جبت بقى معلقة حلوة من الزيت كده، دهنتها في صينية مسطحة زي ما انتوا شايفين كده. دي صينية مقاس 30، يعني هي كانت مظبوطة على نص كيلو لحمة والمكونات دي. نزلت فيها العجينة بتاعت الكفتة وهفردها بقى في الصينية. عادي، عايزين تبططوها اكتر من كده براحتكم، يعني لو عايزين تحطوها في صينية اوسع من كده وتبقى ارق من كده براحتكم، بس هي لازم تبقى ارتفاعها مناسب كده علشان ما تبقاش ناشفة ومجلدة. بس الطريقة دي بصراحة ما بتنشفش الكفتة ابدا، وكمان الكفتة مش بتنزل العصارة بتاعتها خالص، وبتفضل محتفظة بالعصارة بتاعتها. وهوريها لكم بعد ما تستوي. ما نزلتش ما شاء الله الصينية، ما كانش فيها اي عصارة من الخضار ومن الكفتة. العصارة اللي هي بتنزلها بتشربها على طول وبتستوي فيها، وطريقة سهلة جدا. حددتها كده بأي حاجة، حددها بس عشان لما اجي اقطعها تبقى معروفة، يعني اعرف اطلعها من الصينية. حلوة جدا وسهلة جدا، جربوها ان شاء الله. ان شاء الله انا واثقة انها هتعجبكم. عملت فيها بقى زي كده اشكال كده، يعني يا دوب بالبتاع اللي كانت في ايدي دي عملت فيها اشكال كده من فوق زي ما انتوا عارفين. اكون طبعا مسخنه الفرن وهحطها في الفرن من تحت. اول ما تنزل ميتها كده وتبدا ان هي تدخل في السوا، هروح رافعاها فوق على الشبكه ومشغله الشوايه. ما بتاخدش في الفرن تلت ساعه بالظبط، بتكون استوت وبتبقى زي الفل. بتخيلوا بقى كميه الخضار اللي موجوده بقى في الصينيه، يا سلام، يعني كلها فوايد. جبت بقى حتة زبدة، ممكن تحطوا سمنة اللي انتوا عايزينه، وحطيتها كده على الوش علشان تبقى منهنها كده وحلوة، لان اللحمة كانت حمرة شوية، ما كانتش دسمة يعني. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. حطيت بقى الزبدة على وشها وهدخلها الفرن. هي تلت ساعة بالظبط بتكون استوت. اول ما احس ان هي من تحت كده بدأت تشكشك كده في نفسها وتنزل العصارة بتاعتها، هروح مطلعها فوق وعلى الشبكة ومشغله لها الشوايه. عملت جنبها كمان سلطة طحينة حلوة جدا، هنزل لكم طريقة سلطة الطحينة دي لوحدها. وعملت جنبها شوية بصل بالسماق وعود خضرة كده. بصوا بصوا بصوا، الصينية ما فيهاش اي عصارة. بصوا، حاجة كده تحفة. قدموها بالشكل اللي تحبوه. انا قدمتها كده بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. اتمنى اي حد يشوف الفيديو يدعمه بلايك وتعليق حلو منكم، وجربوا طريقة الكفتة دي. اكيد انتوا شفتوها قبل كده، بس بجد بجد طعمها حلو جدا وسهلة جدا، يعني مش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود. جربوها بألف هنا وشفا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك واشتراك في القناة وتدعموا الفيديو.
تعليقات حلوة منكم. بحبكم جدا في الله، يا احسن حاجة حصلت في حياتي والله. كلكم على راسي من فوق. بألف هنا وشفا. صلوا على النبي. مع السلامة.